بس انا هوريك الكشكول الحقيقي انا كنت مشخوراه ازاي حرفيا، يعني انا كنت مطلعه عينه، بس ده كان الحاجه اللي بعد ربنا خلتني فعلا ادخل المواد اقفلها لسبب واحد، ان اسلوبك هيفضل الاسهل والابسط في كل الاساليب الخمسه. الموضوع محتاج صبر بس. تعالى دلوقتي علشان اوريه لك عملي. ده شكل الكشكول بتاعي بتاع المذاكره بتاع سنه ثالثه جامعه. انا لسه معايا والله، يعني يعتبر من 3 سنين لسه معايا لحد دلوقتي. انا كنت مقسماه بالشكل ده المرجع بتاعي، ده المنهج كله فيه كلمة السر بتاع نجاحي بعد توفيق ربنا هو ده. الكشكول ده انا كنت مقسماه القسم الاول اللي انتوا شايفينه ده، كنت بذاكر في تاريخ تمام وادب، او معلش انا خطي ناقش في تاريخ شويه، بس وانا كنت بذاكر فيه تاريخ وادب. طبعا انتوا مش هتشوفوا كويس قوي خطي، فانا لما اجي اوريكم عملي انا كنت بذاكر ازاي اكيد مش هشرح لكم على ورقه او قلم، هحاول اشرح لكم على تابلت او حاجه بحيث الكلام يبقى واضح. اهم حاجه الفكره كلها ان انا كنت باخد الكلام اللي موجود في الصفحه دي كده، ايا كان بقى الدراسه بتاعتك. انا درست ايطالي، انت والله دراستك انجليزي، دراستك طب، صيدله، علوم، هندسه، ايا كان انت بتذاكر من كتب، فانت اتعامل كده، خد الصفحه وفصصها بشرحك واسلوبك، انت اكتر حد هيفهمك. انا وصلت بيا اللي انا كنت بشرح لنفسي، بفصص الكلام اللي موجود ده هنا باسلوب سلس وبسيط، وبشرح نفسي تحت بالعربي. لو انت بتذاكر يعني الكتب بتاعتك مشروحه بالانجليزي، فيها لاتيني، ايطالي، فرنسي، ايا كان اسلوب دراستك او المواد بتدرسها بلغه ايه، انا كنت بشرح لنفسي شرح سلس تحت كده اهو بالعربي اهو. شفتوا يعني تلاقيني كاتبه هنا تمام، يعني هو الوقت ده كان في استثمارات وكان الاغنياء مش عارف ايه، ده شرح الجزئيه بتاعه الايكونوميا ديل سيتشانتو، بفهم نفسي بالعربي القطعه وافهم نفسي بالعربي. انت اكتر حد هيفهم نفسه. ده لدرجه انا كنت بزغرط في الكتب، لو بصوا لوي اخر حاجه الحمد لله. تعالى اوريك بقى انا كنت بذاكر ازاي. ملحوظه، اسلوب المذاكره بتاعتي مش بس اللي بيدرسوا ايطالي، انا مش جاي اشرح لك تاريخ ايطالي. هو هنا مكتوب لي اوروبا gli Stati Uniti al tempo della guerra fredda، اللي هو بيشرح الحرب البارده وعلاقه اوروبا وامريكا بيها، بس انا مش جايه اشرح لك تاريخ، انا جايه اقول لك انا بتعامل ازاي مع الكتب، وانت طبق الاسلوب بتاعي على اي ماده بتدرسها او اي نظام دراسه او اي مجال من دراستك. تمام؟ تخيل ان انا مضطر غصب عني ان انا اتعامل مع كتاب مكتوب بلغه مختلفه، فانا هفصصه، اخد القطعه دي من اول هنا كده لحد هنا وابتدي ان انا اقراها كويس. وطبعا انا هستعين بمترجم، سواء هستعين بمترجم القاموس عقلي، اي حد هيفهمني، انا دارس لغه فهفهم من غير ترجمه ايا كان. خدت الجزئيه دي انا فهمت بيها ايه، او ايا كان الجزئيه اللي انت بتدرسها، خلينا اطبق على الجزئيه بتاعتي. والله انا بيقول لي l'uno è la conferenza di Parigi. Al termine della seconda guerra mondiale molte città europee erano state sventrate dai bombardamenti. Per procedere alla ricostruzione il mondo aveva bisogno di pace. Per questo nel 1946 venne istituita l'Organizzazione delle Nazioni Unite, cioè ONU, che aveva il compito di garantire la pace e la sicurezza nel mondo. طيب انا كده حاسه ان الكلام تقيل، حاسه ان انا مش قادر ان انا افهمه، او اي كان الماده اللي انا بدرسها انا مش قادره افهم الكلام ده. اعمل ايه بقى؟ ابتدي ان انا افصصه كده وافهم الاحداث. انا فهمت الاحداث وسرشت على جوجل وشفت الدنيا وايه حوار الONU او الحاجه اللي انا بدرسها عموما. فهمت ان هي منظمه الامم المتحده، وفهمت كمان بالعربي ان في اخر الحرب العالميه في مدن اوروبيه كتير اتدمرت والعالم كله كان بيدور على السلام، فاتعملت الامم المتحده علشان تضمن السلام للبشر. فابتدي ان انا افصص الكلام اللي انا قلته ده هنا بالايطالي. انت كمان فصص الكلام اللي انت اتعلمته من الكتاب بلغتك او الحاجه اللي انت هتفهمها. بالنسبه لي انا مفهومه. شوف انت اشرح بلغتك الانجليزيه او اللغه اللي انت بتذاكر منها من الكتاب عموما. اللي انا قلته باختصار شديد ان هو في اخر الحرب العالميه الاولى اتعملت الONU اللي هو الامم المتحده علشان خاطر تضمن السلام للعالم. ليه؟ علشان في مدن كتير اتدمرت بعد الحرب. ده اللي انا قلته بالايطالي سلس سهل مفهوم، لغه مفهومه 100 مره اكتر من الكلام المعقد اللي مكتوب هنا. المستفاد ايه من كل ده؟ المستفاد ان انت تشوف اللغه اللي انت بتدرسها، الكتاب بتاعك مكتوب بيها انجليزي لاتيني عربي ايا كان، كلام الكتاب معقد دايما، فانت اشرح لنفسك باكتر اسلوب سهل وسلس محدش يفهمه غيرك.
فبس كده، يا رب تكونوا استفدتوا. وعلشان نعمل كل المواضيع دي لازم ننظم وقتنا. هو انت ازاي ما اتفرجتش على الفيديو؟ هحطهولك هنا او اول تعليق لازم تدخل تشوفه، لان انا ما عرفتش اعمل كل المواضيع دي من غير تنظيم الوقت، يعني ده قطعا. فلازم تنظم وقتك وشوف انا كنت بنظم وقتي ازاي واستفاد كده، وادعي لي. كده يعتبر خلصت الفيديو، يا رب اكون قدرت ان انا افيدكم. عايزين نعمل لكم اي فيديوز تخص الجامعه، طرق المذاكره، يا ريت، بس يا ريت تدعموني بلايك عشان عايزه الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. شوف كميه الناس اللي هتدعي لي وهتدعي لك. ما تنساش كمان انت تشترك في قناه انجلا كورسز، ينزل عليها كورسات مجانيه ايطالي تخص الجراماتيكا او قواعد اللغه الايطاليه للمبتدئين من الصفر، وحتى كمان المحترفين هعمل لهم الفيديوز دي بالنسبه لقواعد اللغه الايطاليه. ما تنساش تشترك في قناه محمد الشامي، مش عشان هو خطيبي، على قد ما هو علشان هو فعلا شاطر، بيقدم كورسز في المونتاج